يا سعادة الباشا الرئيس، يا رئيس بلدنا، في يوم من الأيام وعدتنا أو وعدت الستات بالذات عن الرجالة كمان، عشان أكتر ناس انتخبوك، إن أنت هتخلي أيامنا سعيدة وهتخلي أيامنا الجاية أحسن، وإن كل ست في البلد دي أختك وبنتك وقلبك وروحك. لكن أنت طلعت روحنا. ليه بقى؟ هقولك يا باشا. دلوقتي ازازة الزيت دي فضيت، وانا دلوقتي عايزه اعمل اكل للعيال. والله اقول لك ايه، مش عايزه احلف لك، انا في كيسي قد ايه. بص صلي على النبي، ادي جنيه الحمد لله، ادي 5، ادي كده كام، 7، 8. والله العظيم اقول لك هو ده اللي في كيسي اهو. اهو ورق اهو، مفيش حاجه في كيسي تاني. انا هعمل لهم اكل بكام؟ كيس الفول بأقل حاجة ب5 وشوية قد كده، الرغيف قد كده اهو وب2 جنيه وب3 جنيه. طب أنا دلوقتي هأكلهم إيه؟ هأكلهم طوب ولا أكلهم زلط ولا أجيبهم لحضرتك تأكلهم، ولا هتشربهم مية من اللي كانت في تلاجتك في يوم من الأيام؟ فضلت كام سنة التلاجة بتاعتك ما فيهاش إلا مية. ليه؟ كنت بتاكلوا إيه؟ بتاكلوا زلط؟ طب قول لنا هناكل إيه والله العظيم وانا اعمله للعيال. يمكن في عندك حل. انا مش قادره ولا قادره اقول لك ولا اوصف لك بجد. احنا الستات بنندم على اليوم الاسود اللي احنا رحنا انتخبناك وقلنا لجوازنا لازم نروح ننتخب. يعني انا مش قادره ادعي. حسبنا الله ونعم الوكيل. هدعي واللي يحصل يحصل. يلا.